خالد بيحاول يستوعب حقيقة يوم زيكولا، وبدأ يشك إنه عايش في زمن تاني، وبيفكر في كلام الفتى اللي قاله إنهم في يوم زيكولا بيذبحوا أفقر شخص في المدينة. وبيقول لنفسه خالد: أنا أكتر واحد مفلس هنا، وفلوسي ما تسواش حاجة عندهم. الفتى بيقول له المفروض يكون في منافسة بين 3 فقراء، بس بكرة مش هيبقى في منافسة لأن الاتنين التانيين هربوا، واللي فاضل منهم هيتذبح على طول. خالد افتكر الاتنين اللي قابلوه في الصحراء وهم بيجروا، وقال مرة واحدة: المجانين. الفتى بصله باستغراب. خالد لحق نفسه وقال: يعني اللي هيتذبح خلاص بقى معروف؟ الفتى قال له: اختاروه خلاص. خالد قال في سره: الحمد لله، مش انا اللي هتذبح. الفتى شاور له على بيت قريب وقال له اللي هيتذبح ساكن هنا. خالد كان متفاجئ وقال له: ازاي ده يبقى بيت فقير؟ اكيد في حاجة غلط. خالد بقى مش عارف حاجة، مبقاش فاهم هو فين وايه اللي بيحصل، ويا ترى هو رجع بالزمن ولا عايش في خيال، ولا دخل في كابوس ومش قادر يصحى منه. بص حواليه شاف حصنة وناس لبسها غريب، وقال لنفسه: مش ممكن، احنا عايشين في القرن ال21، ازاي المناظر دي لسه موجودة لحد دلوقتي؟ انا يدوب مشيت مسافة صغيرة جوه السرداب، مستحيل اكون في بلد تانية، اكيد رجعت بالزمن. خالد جري ناحية الفتى وشده من ايده وقال له: احنا في سنة كام؟ الفتى قال له: انت شكلك سكران، احنا في اخر سنة 2009. خالد اتصدم ووقع على الارض. تاني يوم خالد صحي، لقى الناس فرحانة، كله لابس جديد، والورد حوالين رقابيهم، والمزيكا عمره ما سمع زيها، كان صوتها جميل. شاف عربيات فخمة وناس بترقص، وشاف أسيل طلع من عربية وبتوزع ورد. خالد ابتسم وقال: دلوقتي فهمت ليه الناس بتحب اليوم ده. بص حواليه لقى بنت جميلة بتقرب منه وبتقول له: انت ليه واقف لوحدك؟ ممكن اكون صاحبتك النهاردة وببلاش. بصلها وبص الأسيل تاني وقال لها: لا شكرا. خالد شاف يامن وجري عشان يلحقه، ونده عليه وقال له: يامن، انت فاكرني؟ يامن بصله وابتسم وقال له: طبعا، اهلا بيك يا صديقي. خالد قال له: ايه اليوم الغريب ده؟ انا مش فاهم اي حاجة. يامن قال له: دي اعياد زيكولا، حاول تتبسط والدنيا هترجع طبيعية بعد كده. خالد قال له: طب احنا رايحين فين كده؟ يامن قال له: رايحين أرض الاحتفال، في فقير هيتذبح هناك. خالد شاور على العربية اللي كانت فيها أسيل وبيقول له: مين دي اللي بترمي الورد؟ يامن قال له: دي أسيل، طبيبة زيكولا. أسيل كانت بترمي ورد، وفي وردة منهم طارت ناحية خالد. خالد نط بكل حماس ومسك الوردة قبل أي حد، وبيقول لنفسه: في حاجة غريبة بتحصل، بس أنا حاسس إن الورد ده كان ليا أنا. خالد بيبص حواليه وبيقول: هو إيه ده كله؟ يا كل الناس دي جاية ليه؟ يامن قال له: دول أهل زيكولا كلهم، كل منطقة جابت ناسها. في شاب قرب من يامن وحضنه بقوة. يامن قال لخالد: ده إياد، صديق عمري، وده خالد صاحبنا الجديد. خالد قال له: الحمد لله، هيكون لي أصحاب لحد ما أرجع بلدي قريب. إياد بيقول له: ترجع؟ هو أنت شايف إن الخروج من زيكولا بالسهل كده؟ خالد قال له: هو غريب إن أرجع بلدي يعني؟ فجأة صوت الطبول عالي والناس كلها سكتت. خالد بص حواليه لقى رجلين بيجروا شاب صغير راسه محلوقة باين عليه التعب ومربوط وراكع. الطبول كانت بتدق بقوة، كل الناس نزلت على ركابها. خالد الوحيد اللي كان واقف. يامن شده ينزل، خالد نزل بصعوبة وهو مرعوب. خالد همس وقال: ده حقيقي، ده بجد. السياف رفع سيفه وقام مطير رقبة الفقير، والناس كلها صرخت من الفرح، والموسيقى رجعت تشتغل والناس رجعت ترقص وكلهم كانوا مبسوطين. بس خالد كان جسمه بيترعش وما كانش مصدق اللي بيحصل. خالد بيقول: هما ليه ذبحوه؟ يامن قال له: احنا في نهاية السنة، وفي نهاية كل سنة لازم أفقر واحد يتذبح. خالد بيبص لإياد وهو متوتر وبيقول له: وإيه يعني لو حبيت أرجع بلدي، إيه المشكلة؟ إياد رد عليه وقال له: باب زيكولا اتقفل من امبارح، وبيفتح بس قبل يوم زيكولا بيوم واحد كل سنة، مفيش خروج قبلها. يامن قال له: ده نفس اليوم اللي انت دخلت فيه، وده معناه خلاص انك بقيت مننا. خالد بيقول لهم: بس أنا فقير، أنا مش معايا أي حاجة. إياد مندهش وبيقول له: إزاي؟ أنت مش باين عليك كده خالص. خالد بقى مستغرب، قال لهم: الفلوس اللي معايا ملهاش قيمة هنا، انتوا قلتوا إنها ورق فاضي ملوش لازمة. يامن قال له: وأنت محتاجها ليه أصلا؟ خالد بيقول لهم: عشان أشتري اللي محتاجه.
دي فلوس. يأمن ضحك وقال له العملة. دلوقتي فهمت سبب خوفك وقت الذبح. عملة زيكولا مش فلوس، احنا بنتعامل بوحدات الذكاء. الذكي هو الغني، الفقير اللي ذكاؤه بيقل. كل حاجة هنا بذكائك، الأكل، الشرب، الشغل، اللبس، انت بتصرف من ذكائك، ولو خسرته يبقى مصيرك زي الفقير ده. خالد ما كانش قادر يرد، مخه مش مستوعب، وبيقول لنفسه أنا فعلا كنت ذكي، وده التفسير الصح إن أنا حاسس إن ذكائي بيقل. يامن قال له من ساعة ما دخلت بقيت مننا، لازم تحافظ على ذكائك وتطوره. قدامك سنة كاملة، وإلا في يوم زيكولا الجاي ممكن انت اللي تكون فوق المنصة. خالد قال لهم بس أنا اشتريت أكل ولبس من غير ما أدفع حاجة. يامن قال له انت شفت أسعار الوحدات هناك؟ لما تدخل وتطلب وحدات الذكاء بتتنقل تلقائي، الغرباء بيسموها لعنة زيكولا. خالد اندهش وقال لهم أنا اشتريت أغلى حاجة والراجل قال لي إن أنا غني. يامن قال له أيوة، لأنه شاف الوحدات بتقل من رصيدك. هو شافك غني، بس الحقيقة إن ذكائك بيقل من غير ما تحس. خالد بيفكر مع نفسه وبيقول ده مش احتفال، ده يوم الحساب، وأنا دخلت اللعبة من غير ما أعرف قوانينها. إياد بص لخالد وقال له بس أنت شكلك بدأ يتغير يا خالد، وشك بقى شاحب. يامن قال له كل ما الذكاء بيقل الجسم بيضعف والوش بيشحب. هنا الغني بيبقى باين عليه والفقير برضه بيبقى باين عليه. خالد قال لهم انتوا مجانين، أنا لازم أمشي من هنا. وجري ناحية الباب وبيقول للحراس أنا عاوز أخرج، افتحوا لي الباب. الحارس قال له تخرج؟ دي نكتة دي. خالد قال له بقول لك افتح. الحارس قام جاي ضربه على وشه، خالد وقع ووشه كان بيجيب دم. لو عايز تتابعنا وتتفرج على كل جديد اضغط على سبسكرايب وفعل زر الجرس.